لكم كل أخبار الأهلي من امبارح لحد دلوقتي كلها متجمعة في فيديو واحد مخصوص ليكم. قبل ما نبدأ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحط لايك بصباعك الجميل وتعالى خد الأخبار كده على السريع. كريم فؤاد غاب عن المباراة بسبب شد عضلي بسيط وهيكون جاهز بعد 3 أيام. كوكا اشتكى من آلام في الظهر وفضل الجهاز الفني راحته. ريبيرو تابع موهبة نيجيريا كاظم إبراهيم مواليد 2007 تحت التقييم. حمزة الجمل مدرب إنبي نجم المباراة هو قفشة، تمريراته دقيقة وسجل وكان مؤثر خارج المنطقة. عودة عبد القادر للتدريبات بعد تأكيد جاهزيته من الجهاز الطبي. الأهلي وبتروجيت يوم الأحد الساعة 8:30 مساء على استاد السلام. الخطيب ومحمد يوسف هيعقدوا جلسة مع ريبيرو لحسم ملفات اللاعبين الشباب. رضا سليم اقترب من الانتقال لنادي قطري، الجلسة الحاسمة خلال ساعات. الملاعب المصرية تستعد للجماهير بكامل السعة، لكن استاد القاهرة وبرج العرب هيستقبلوا 15,000. انتهاء أزمة عبد الله السعيد نهائياً، محكمة النقد رفضت طعن الأهلي لتنتهي كل الإجراءات القانونية. تعيين الأمريكي جوردون مايفورث مدرباً لفريق الطائرة رجال بالنادي. قافلة مساعدات جديدة لأهلنا في غزة تشمل مواد غذائية وطبية ومياه، دعواتكم توصل ليهم بخير. لو وصلت لحد هنا يبقى لازم تدوس لايك وشير لو بتحب الأهلي، بس قبل ده كله صل على النبي صلى الله عليه وسلم وقولي رأيك في الأخبار وادعيلي بدعوة حلوة من قلبك. أنا بتعب عشان أجيب لك الأخبار الصح، فدعمك يفرق.